تمام الثانية في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. يا اهلا بالحلوين ويا صباح الفل على الناس الجميله اللي دايما بيوحشوني. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هشارك معاكم تفاصيل من يومي هتشجعكم وتهون عليكم الحياه. دايما بقول ان احنا بنهون على بعض الحياه، يا رب اكون انا بهون عليكم بجد بفيديوهاتي، وزي ما انتوا بتهونوا عليا بكلامكم الحلو دايما. واحنا بنعمل فطار كالعاده كنت عايزه اتكلم معاكم شويه كلام عميق من قلبي. اول توضيح او اول حاجه كنت عايزه اكلمكم فيها، عايزه اقول لكم على توضيح صغير قد كده اهوت، انه انا مش من الناس اللي بتصحى من النوم على الهدوء والروقان والشموع والبراد والجو ده خالص. ليه بقى؟ لان انا مدركه جدا المرحله اللي انا فيها. انا عندي اطفال برقاء، فانا بكل حب وبكل رضا اول حاجه لما بصحى من النوم بعملها هي متطلباتهم. هم بشوف هم محتاجين مني ايه، اعمل لهم فطار، اعمل لهم متطلباتهم، وبعد كده بشوف نفسي. وزي ما هم اخدوا مثلا ساعه او نص ساعه في يومي، انا بدي نفسي بعديها بقى ساعه او نص ساعه لنفسي، بعمل بقى فيها كل الروقان ده. بس انا اصحى من النوم خبط لزق كده على الروقان ده، اكيد ده شيء مستحيل بالنسبه لي بصراحه. وبكل حب وبكل رضا ببقى مبسوطه وانا بعمل كده. امتى اصحى من النوم ابص على نفسي الاول؟ لو انا مثلا صحيت قبليهم بنص ساعه، صحيت بساعه، بس لو صحينا مع بعض واحنا حاليا بنصحى سوا سوا فلازم اشوف متطلباتهم الاول. علشان بس حبيت اوضح النقطه دي، علشان ما فيش اي حد يحس ان هو لما يشوف الحاجه دي يحس ان هو ايه ده، انا ما فيش في حياتي الكلام ده، ما انا عندي عيال ودي عندها عيال، وتحسوا بقى الدنيا تسود في وشكوا. لا خالص، اعملوا كل اللي نفسكم فيه، بس رتبوا اولوياتكم ايه اهم من ايه علشان اقدر اعمل ايه. المهم، دي اول حاجه كنت عايزه اكلمكم فيها. تاني حاجه بقى كنت عايزه اكلمكم فيها ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى صاحيين من النوم حرفيا مش قادرين نعمل اي حاجه، او مودنا مش احسن حاجه. واكيد مش كل يوم بنصحى بالاحساس ده، بس في ايام كتير بنبقى صاحيين بالمود ده بسبب بقى روتين الحياه، وانك حاسه انك في ساقيه، والحاجات اللي بتعمليها امبارح واول امبارح هترجعي تعمليها تاني النهارده، او بتمري بمشكله، حاجه مضايقاكي، حاجه واخده كل تفكيرك ومضايقاكي وعماله بتفكريها في حل، فشافطه كل طاقتك، فحاسه ان انت مش مطمنه، حاسه ان انت متضايقه ومخنوقه. وفي نفس الوقت انت عندك مسؤوليه يعني الانسان المسؤول ممكن يرتاح من حاجات او تاخدي راحه في حاجات، وفي حاجات صعب جدا جدا تاخدي راحه منها، او مستحيل اصلا تاخدي راحه منها لانك مسؤوله. في الوقت ده بجد بتكوني محتاجه تشجعي نفسك، محتاجه تزقي نفسك، محتاجه تصمدي وتقولي انا صامده. فهقول لكم على حاجه من الحاجات اللي بتفرق معايا جدا جدا لما بعملها، خصوصا لما بكون صاحيه في المود ده. اول صلاه هتصليها في يومك، اوعي تصلي وتقومي تجري من على سجاده الصلاه. افضلي قاعده على سجاده الصلاه حتى لو 5 دقايق، لو 10 دقايق، افضلي قولي اي دعاء انت بتحبيه. انا ساعات بقعد اقول ايه الكرسي 3 مرات او مرتين، المهم تبقي مستشعره معنى الكلمات اللي بتقوليها، وتبقي علشان تركني بقى كل اللي في دماغك ده كله على جنب، وتجيبيه على جنب، كل عماله تجري في دماغك وعامله لك تشتت ومضايقاكي وتفاصيل كتير قوي، علشان تركنيها كده وانت بتقولي اي ذكر او تقولي اي ايه، قوليها بصوت انتي سامعاه علشان تفكري في معنى الكلام اللي انتي سامعاه، فيبقى تركيزك بس مع ربنا. بجد هتحسي براحة نفسية مش طبيعية. قولي اي حاجة بقى، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ان الى الله راغبون، اللهم اني لا اعلم كيف ولكني اعلم انك على كل شيء قدير. بجد استشعري معنى الكلام ده قوي. على فكرة ساعات لو انتي متضايقة قوي او في حاجة مضايقاكي جدا جدا وحاسة ان انتي مخنوقة، ممكن تحسي ان انتي عايزة تعيطي، فعادي عيطي وبجد هترتاحي بشكل لا تتخيليه. وبعد ما تعيطي بقى وتخلصي الوقت بتاعك ده، قومي ابدأي يومك بكل حب وامتنان لربنا على كل نعمة في حياتك، حتى لو كان ناقصك حاجات كتير. ركزي بس في النعم اللي في حياتك، وصدقيني بجد هتفرج. وطمني نفسك بوجود ربنا معاكي، ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. من اكتر الايات اللي بتطمني جدا 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 لما بكون حاسه ان انا شايله جبل فوق دماغي، بطمن لما بحس ان ربنا معايا. وبس، وخدي نفس عميق وبعد كده قومي كملي المشوار.
انشر بضمير يلا. سيبينا حالة أنشر. سيبك في حالك. اصلا لو عدلتها المشكله ان هو لما بينشر لو انا عدلت الحاجه من وراه بياكلني. لا هعدلها. طيب هديتي كده خليك مؤدب. قيسو شطور قوي. يلا شيل دي بقى. شيل يا عم كرهتني في نفسي. آسر ما شاء الله شبهي بشكل مش طبيعي، يعني عارفين الشخصيات اللي بيبقوا شبه بعض، نفس الدماغ ونفس الشخصية، فهو شبهي قوي، اللي هو عايز يمشي اللي في دماغه وعايز يبقى مسؤول، عايز يبقى مش عارفة ايه. فلما بنجتمع احنا الاتنين ونبقى عايزين نعمل حاجة مع بعض 100 سنة قدام بقى لحد ما اقنعه ان انا يا حبيبي الاكبر سنا، فانا اللي كلامي يمشي عشان انا كلامي الصح، فبيقتنع بس غصب واقتدار زي ما انتوا شفتوا كده، اللي هو ايه، لا برضه انا كان ليا وجهة نظر. بس فعشان كده دايما بنقعد نتخانق لما بنعمل حاجه مع بعض لحد وساعات يعني اللي هو قلما قليل قوي لما نبقى متفاهمين. المهم بدات بالصلاه، قلت ابتدي اعلم يعني مش لازم اسيب الهدوم تتحلل على الكرسي، هطبقها. وبعدين قلت الملم الصلاه ما كانتش مكركبه خالص، هي شويه حاجات بسيطه كده كنت بلملمها فيه، لان الصلاه مش دايما بنقعد فيها، فحاجات قليله قوي بتبين ان هي بقى اترتبت. غير المأساة اللي هندخل عليها برجلينا اليمين دلوقتي، دي مش مأساة، دي الحياة الواقعية العادية، البيت العادي اللي فيه أطفال بيبقى كده. فأنا دايما الكركبة عندي بتكون في الليفينج. ليه بقى؟ لأن ده المكان اللي بنقعد فيه وبنسهر فيه، ساعات بناكل فيه، العيال بيلعبوا فيه، وأنا ببقى مبسوطة جدا جدا بالجو العائلي. يعني بحس الليفينج ده هو العيلة، بيت العيلة بالنسبه لي، فانا ببقى مبسوطه كده. ربنا يدينا الصحه ان احنا دايما نلملم وراهم اول باول. من الحاجات اللي قلت لكم ان هي بتساعدني قوي في تنظيف البيت، لما بكون هنضف مثلا اوضه ان انا بجمع كل حاجات التنظيف في علبه زي كده. والبتاعه بتاعه الريش دي حلوه قوي في الاماكن المرتفعه اللي بيكون فيها تراب. قلت لكم قبل كده على واحده تانية، التانية احلى من دي، بس برضو دي شغاله، التانية باظت خلاص عندي، فدي برضو حلوه. هبتدي بقى لملم الدنيا كده واحده واحده، والله المستعان. الكيس ده كنت قايله لكم ان هو من الحاجات اللي بتساعدني جدا وانا بنظف المكان، بقى بلم فيه. ساعات العيال بيبقوا مقطعين ورق، مش عارفه ايه مرمي، ايه عايز يتشال، فبلملم بقى فيه الحاجات اللي هتترمي، فبيسهل عليا برضو. من الحاجات اللي انا كنت عايزه انضفها، هو ده مش تنظيفه عميقه، او يعني ممكن اكون بعملها كل 3 ايام او كل اسبوع مثلا، على حسب المأساة اللي الاوضه واصله لها. بس واهم حاجه بشيل السجاد الشاك ده، ابشع سجاد ممكن تجيبوه في حياتكم بجد. انا حاليا كرهاها كره مش طبيعي، وكل اللي انا بتمنى ان انا الاقي حافظه سجاد. عايزه اجيب حافظه يكون شكلها حلو، بلاقي حافظات سجاد بس شكلها مش حلو، يعني الحاجات اللي هي الحافظات التركي اللي طالعه دلوقتي، بس مش بلاقي الشكل اللي مريحني نفسيا. فيعني ان شاء الله لما الاقي الشكل هجيبه وافرشها، واشيل السجاده دي اغسلها وافرشها مثلا في المناسبات، لان هي فعلا بتتبهدل بسهوله قوي. هي حلوه في صاله، في مكان ما فيهوش اكل بقى واطفال وكده هتبقى لذيذه، بس في مكان فيه حياه لا مش لذيذه خالص بالمره، فما انصحش حد يجيبها. دول ايه بقى؟ الحاجات الشيك الاموره دي طبعا من عند حبيبه قلبي جاليري. دول حافظات يعني حاجات من الحاجات اللي بتفرشوها على الركنه. انا كنت شاركت معاكم برضو قبل كده حاجات بفرشها، يعني عندي كوفرته كده اسمها نصين وشكلها شيك قوي وحلو برضو بفرشها، بس هي كانت دلوقتي بتتغسل. وكنت مشاركه معاكم برضو فكره تانية، اللي هو لبس الاحرام بتاع الرجاله، ان احنا ممكن لو هو قدم خلاص ومش هينفع يتلبس تاني، فممكن نفرشه على الركنه بيبقى شكله حلو. ودول انا كنت جايباهم
وممكن كمان الدفايات بما اننا في الشتاء فتفرشوا الدفايات. دول بقى انا كنت جايباهم للصاله بره، بقى لهم اكتر من شهرين عندي ان انا افرشهم في الصاله. فالصاله مش بنقعد فيها كتير، فما فيهاش فرق كتير زي المكان ده. فقلت بقى والله يا بنتي يا توشو غيري نفسيتك شويه وفرشيهم هنا طالما لسه ما فرشتيهمش في الصاله، او حاسه ان الصاله مش محتاجاهم قوي. فحسيت ان شكلهم هنا حلو كده وحسسني بالنظافه والتغيير. ساعات كل فتره كده بنحس ان احنا عايزين نفرش اي حاجه كنا بنفرشها في مكان تاني ونفرشها في المكان ده، من باب التغيير يعني تغيير اماكن الاشياء. بس ورتبت هنا الدنيا. الكريم ده حلو قوي، كنت جايباه من ايام الزمن الجميل، كان ب50 جنيه. هي علبه صغيره كده من نتروجينا، ترطيبه في الايد تحفه تحفه، بيخلي الايد ناعمه بس برضو جليسوليد زي الفل، والله زي الفل. بس لملمت الدنيا كده على السريع. الركنه بقى ما كانتش محتاجه غير ان هي اتنفضت وفرشت عليها بس الفرش ده وظبطت الكوشنز والحاجات دي وخلاص كده. اللي كنت محتاجه اركز عليه قوي هو السفره امسحها، والمكان المكتبه، واشيل السجاده وامسح تحت السجاده، وانفض السجاده عشان السجاده كان فيها فتافيت وحاجات انتوا اكيد شفتوها، بس دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي. والشاشه كنت عايزه اقول لكم على حاجه، عشان انا كنت دايما بلمعها بالفوطه بتاعه الازاز، اللي هي الفوطه بتاعه ايكوي بتاعه الزجاج. حلوه جدا على فكره لما بتحطي فيها يعني رشه بسيطه ميه بس. كذا حد قال لي انه كده غلط، اي ميه تحط على الشاشات والحاجات دي كده غلط. المهم السبراي ده كان عندي من 4 ولا 5 سنين عندنا، بقاله كتير قوي. هو كان جوزي جايبه للاجهزه لللابتوب والحاجات، اللي هو السبراي ده مخصص بس للاجهزه، للحاجات اللي هي بستخدم بس منديل وببخ منه بختين، بيبقى عامل زي الفوم كده. ده بقى المنظف اللي انا بستخدمه على طول في مسح الارض، اللي هو مستر ماسول. اي ريحه فيه حلوه، وعايزه اقول لكم والله انه اي منظف هتحطوه في الجردل بتاع المسح هيبقى ريحته حلوه. اهم حاجه انه الجردل نفسه يكون نظيف، الموب نفسها تكون نظيفه. لو الاتنين دول نضاف اي منظف هتحطيه هتلاقي ريحته باينه قوي وهتلاقي ريحته حلوه. مش مدي بقى ريحه زفاره وكده. الحاجات اللي بتدي ريحه وحشه دي لما بتكون الموب نفسها مش نظيفه. بس كده. انا عندي دايما في الموب في غيارين، غيار بحطه للحوائط وغيار للارضيات. بس كنت غسلاهم في الغساله فالاتنين كانوا نضاف يعني، فبالنسبه لي الاتنين دلوقتي زي بعض. المهم كنت هقول لكم ايه، عشان كذا حد سالني اللي عنده الموب دي بتتركب ازاي. بتتركب كده، تحسوا ان هي محتاجه ذكاء، والله محتاجه الواحد يشغل دماغه عشان يمسح. فهي دي اكتر حاجه بتفرهدني لما باجي امسح. هي الموب فكرتها كفكره سهله وسريعه وبتنجز، بس على حسب النوع. قلت لكم قبل كده كتير هاتوا النوع اللي بيكون ليه فتحتين، اسهل من دي بكتير. النوع ده اسمه هابي هوم، الخامه بتاعته كويسه قوي. الكلام ده بعيده 300 مره وبرده بتسأل عليه، بس هي مش سهله في التركيب وفي المسح وكده. بس فانا هبتدي الاول بالحيطه الكحل دي على طول بيبان فيها اي تراب. شايفين لما بعمل كده بحس براحه نفسيه. لا 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 لا، الحيطه بقت نظيفه وبتلمع. ولا نظافه الحيطه الكحل دي علشان على قد ما هي غامقه على قد ما بجد اي اتربه فيها بتبقى باينه كده من بعيد وباينه بقع كده، فبتخنق من الشكل ده. عشان كده بحب ابتدي بيها. وبعمل الحركه دي مثلا نقوله كل اسبوع كل اسبوعين لازم انضف الحيطه الكحلي بالذات دونا عن اي حيطه عندي في البيت. شايفين لو ركزتوا هتلاقوا في حتت كده باينه، ما تفهموش بتيجي من ايه وفين وليه، بس هو انا بحس ان هي بيبان فيها الحاجات يعني. بمناسبه التابلوهات علشان دايما بتسأل عليها، هبقى اسيب لكم اللينك اللي انا جبت منه التابلوهات دي. بس انا جايباها من كذا يعني، من داخله كده دلوقتي في 1.5 سنة، فدلوقتي الاسعار اختلفت. فهبقى اسيب لكم اللينك بتاع البنوته اللي بتجيب من عندها. اميره بجد من الناس المحترمه جدا جدا اللي هتتبسطوا لو اتعاملتوا معاها. وعندها بقى اقتراحات تانية يعني، حتى لو انتوا شايفين ان الانواع اللي بتبقى في التابلو دي اللي فيها برواز و اسمه ايه
واطار كده لو غاليه ممكن تقترح لكم ان هي بتعمل التابلوهات اللي بتبقى مطبوعه، يعني بتبقى مطبوعه على خشب وبتعمل لكم برضو نفس فكره الاطار دي في التابلوهات. شفتها عند كذا حد وشفتها عندها منفذاهم، فبتبقى حلوه جدا وبتبقى بتكلفه كمان اقل من سعر ده. فهبقى اسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. انا بحاول كل ما افتكر اي سؤال بتسالوه ليا اقول فرصه ارد على السؤال هنا. دايما برضو بيجيلي اسئله على الباركيه فينيل ده، بما اني عاملاه داخل دلوقتي في 4 سنين. عايزه اقول لكم ان هو ممتاز بالحفاظ عليه، هتحافظي عليه هيعيش معاكي طول يعني وقت طويل لزمن. بس مش هتحافظي عليه بقى وتحطي عليه حاجات سخنه وهتجرحي فيه وهتجرجري يعني من عليه العفش، اكيد هيتقطع. يعني لو في حته كده تحت الكنب كنت شديت الكنبه قوي، فقطعتها تحت الكنبه، فهتتعاملي معاه بعنف اكيد هيبوظ منك ومش هيبقى الطف حاجه. بس بقى كان باقي تنظيف السفرة او ترابيزة الاكل دي، دايما برضو بتسألوني عليها. هي الخشب بتاعها MDF، بس الكراسي الخشب بتاعها خشب زان، بس لانه الكراسي تقريبا ما ينفعش تتعمل بخشب MDF لانه بيبقى سهل ان هو يتكسر او كده، مش عارفة يعني. بس بالنسبة لي الترابيزة هي حلوة وممتازة جدا جدا وعملية، واحلى حاجة فيها هي المساحة بتاعتها، ان هي مش واخدة مساحة كبيرة قوي، وفي نفس الوقت عملية سهلة في التنظيف، سهلة في انك تقعدي عليها وتاكلوا عليها. عارفين حاجة مش كبيرة قوي، كل الحاجة ما تبقى كبيرة قوي كل ما بتكون صعبة. بصوا دي توتو كانت عاملاها. توتو بتحب تقعد تفنن كده، هي قالت لي اختاري 3 ايموشنز بس يكون فيهم قلب و2 ايموشنز عادي، فانا اخترت الايموشن اللي هو اللي فيه قلوب واللي فيه نجمة من عند العيون دي وقلب، وبعدين هي دمجتهم في ورقة واحدة. يعني دي فكرة عملتها لي فاتبسطت بيها قوي، والحاجات بتاعتها والتفاصيل بتاعتها، واي ورقة بتكتب لي فيها اي حاجة. عاملة صندوق كده اسمه صندوق الذكريات، بجمع فيه كل الرسائل بتاعتها والحاجات اللي بتبقى ذكرى حلوة بنفتكرها لما نكبر بقى ونعجز ان شاء الله. بس بتبقى حلوة ليهم هم كمان لما يكبروا ويشوفوا الحاجات بتاعتهم دي، اصلا ممكن يبقوا نسيوا ان هم كانوا بيعملوا الحاجات دي. تعالوا بقى بعد ما اخدنا استراحة شوية نعمل حاجة حلوة. بحب قوي في الوقت اللي بعد العصاري ده اللي هو قبل المغرب بشوية اعمل اي حاجة حلوة لسهرة بالليل. بالمرة اشارك معاكم اكتر طريقة رز بلبن ظبطت معايا، وبجد بجد هتعملوه هيطلع طعمه كريمي حلو جدا جدا، وطريقته سهلة بشكل لا تتخيلوه. اول حاجة هتجيبي كوباية لبن، المعيار اللي هقولكوا او المعايير اللي هقولها لكم دي هتكون ثابتة على كوباية رز. انا قلت كوباية لبن صح؟ كوباية رز، وهتحطوها في اي حله، وبعدين تزودي عليها 2 ميه. لازم الرز تسلقيه الاول في ميه. يعني انا كل ما باجي اعمل رز بلبن بفتكر اللي حصل لي اول رز بلبن عملته بعد ما اتجوزت، كان مأساة. انا سلقت الرز في اللبن فما استواش وكان طالع حاجه شنيعه، استغفر الله العظيم يا رب. فانت لازم اهم حاجه ان انت تسوي الرز الاول كويس قوي في ميه. يعني انا حطيت 2 ميه وبعدين جيت ابص على الرز لقيته لا لسه ما استواش، اللي هو محتاج شويه ان انا ببقى مهديه النار. حطيت عليه شويه ميه كمان وسبته يتسلق شويه كمان لما احس ان هو خلاص يعني قرب ان هو يبقى شبه معجن. زودت اللبن. الكوبايه بتاعه رز بتاخد لتر لبن او لتر حليب، يعني على حسب انتوا في اي بلد يعني بتقولوا عليه ايه.
بس فزودت بقى كل كمية اللبن على الرز، وبعد كده بضيف السكر. كوباية رز بتاخد كوباية بنفس المعيار، بعاير كوباية سكر، وبعد كده بدوقه. يعني لو انتوا حسيتوا ان انتوا حابين تزودوا سكر اكتر زودوا براحتكم. حطي بقى كيس فانيليا 2 3، انا بحط 4. يعني بحس ان ريحة الفانيليا لما بتبقى باينة في المهلبية او في الرز بلبن بتبقى ريحتها حلوة كده، وبتبقى قلبة ريحة البيت كله. ما تخافوش، ما بتعملش مرارة يعني. بس كده بفضل اقلب فيه شوية. واحلى تطشايه بقى ممكن تحطوها على الرز بلبن او المهلبيه بشكل عام، الكريم شانتيه. بجد بينقله لنقله تانية خالص، بيخليه طعمه كريمي كده وليه ريحه وقوام حلو قوي. فحطوا بقى 2 3 زي ما تحبوا يعني، كل ما تزودوا اكتر اكيد هيبقى حلو. بس المعايير اللي انا قلتلكوا عليها اللي هي لتر حليب وكوبايه رز، بحط عليها 3 معالق كبار نشا، بدوبهم الاول في شويه ميه وبعدين بضيفهم على اللبن. لما بحس بقى ان خلاص اللبن قرب يغلي في الاخر كده، ان هو يبقى ربط خلاص ويبقى قوامه كريمي كده وحلو. لو حسيت ان هو ما ربطش قوي، بص هو انت لازم تلاقي القوام بتاعه عامل زي السحلب التقيل كده، فهماني؟ لو حسيت ان هو لا لسه اخف من كده، ممكن تحطي نص معلقه نشا كمان، معلقه صغيره، وتدوبيها في شويه ميه صغيرين وتحطيهم. يعني زي ما انا عملت كده، انا كنت في البدايه حاطه 1.5 معلقة، وبعدين حسيت ان هو يعني محتاج سيكه نشا، فحطيت نص معلقه كمان ودوبتها في شويه ميه صغيرين وضفتها عليهم عادي خالص في النهايه. وكده بعدها بدات احس ان هو بدا يربط كده ويبقى قوامه فعلا عامل زي السحلب التقيل. بس طلعت بقى الحاجات دي، بحب احط فيها قوي رز بلبن، المهلبيه، الجيلي، الحاجات دي بحبهم قوي. الكاسات دي من ايام جهازي والله، بجد في حاجات في جهازي بحس ان هي كانت حلوه قوي، يعني مش بلاقيها بالخامات وبالجوده زي دلوقتي. المهم يا ولاد، انا كنت هقول حاجه على فكره، وفقدت الشغف في النص ونسيت انا كنت بقول ايه او مش فاكره كنت هقول ايه. المهم بجد كنت عايزه اقول لكم من قلبي، التفاصيل البسيطه دي والحاجات دي بتفرق. ساعات ما بنبقاش قادرين نعملها، بس صدقوني شجعوا نفسكم كده، وخليكم على قد ما تقدروا مقبلين على الحياه وسلموها لله. وقومي حسيتي ان انت كسلانه كده او متضايقه او مخنوقه، قومي نظفي المكان. والله النظافه دي راحه نفسيه. اول ما بترتبي المكان كده حواليكي تحسي اعصابك هديت، تحسي بقى نفسك اتفتحت. انا يلا بقى بعد ما انضف المكان عايزه اعمل حاجه حلوه. وكان عندي الاطباق دي، قلت ما اعمل فيها كده طواجن رز بلبن، عملت 2. ممكن تحطوا برضو رز بلبن في اي طاجن، بعد ما تعملوه تحطوا على وشه مثلا معلقه قشطه وتدخلوه بقى تحت الشوايه في الفرن 10 دقايق، بيطلع بقى خطير بجد. بيبقى ليه ريحه كده مختلفه كمان عن الرز بلبن العادي. والفكره دي توتو اللي اقترحتها علينا علشان ما ناخدش مجهود. توتو هي اللي قالت لي حطي سبرينكل على الرز بلبن هيطلع حلو يا ماما وشكله مبهج والجو ده يعني. ويكفينا شرف المحاولة يا جماعة. هي اتحرقت مني بس يعني شغالة، مش مهم. مش فاكرة اتشغلت بايه. المهم يا رب يومكم يكون جميل، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وفاتكم بأي حاجة حتى لو بسيطة، واتبسطوا. وربنا يا رب يبسطكم كلكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.